كريم، مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل مشاهدي اون سبورت في مصر وفي المغرب وفي الوطن العربي كله. يا كريم، لو هكلمك عن اجواء واستعدادات منتخب الفراعنه لمباراه الغد ان شاء الله، هبدا لك الاول يعني بعض الكلام او ملخص او جزء من الكلام اللي قاله كابتن حسام وكابتن حسام حسن المدير الفني منتخبنا الوطني منتخب الفراعنه ونجم منتخبنا محمود تريزيجيه. واضح ان كابتن حسام على طول هياخد معاه تريزيجيه، هو التميمه اللي كابتن حسام بيتفائل بالحاجات دي. تريزيجيه حاضر معاه من البدايه، حاضر معاه المؤتمر، ماتش زيمبابوي وماتش جنوب افريقيا وماتش انجولا النهارده. من كابتن حسام اتسال على نقطه، قال يعني نفسك تقابل مين من فرق احسن توالت. احنا دلوقتي هنلاعب احسن توالت، سواء كان المجموعه الاولى او المجموعه الثالثه او المجموعه الرابعه. قال الفرق كلها قويه، احنا شايفين مستوى البطوله قوي جدا، مفيش فروقات كبيره ما بين المنتخبات، وهو مستعد لاي منتخب هيلعبه سواء في دور ال 16 او ما بعد ان شاء الله دور ال 16. تريزيجيه تقريبا كان بيسمعك امبارح يا كريم، انت امبارح واحنا طالعين امبارح في الهوا حلقه امبارح كنت بتتكلم عن كابتن حسام حسن وازاي كان مؤثر في اجيال كتير جدا في الكره المصريه وعشق الجماهير وعشق اللعيبه الكابتن حسام حسن. فتريزيجيه اكد على الكلام ده النهارده وقال احنا واحنا صغيرين لما كنا لعيبه صغيره وكنا بنتفرج كان مثل اعلى